التشناف نتاع الناس الحسد، يتبدل معك الانسان سببه الحسد. كاين ناس يشوف عليك نعمه وكانه حاب يرفد لافته، يا ربي على عطيت له، يتبدل يشوف عليك نعمه هكذا، نعمه اعطاها لك الله، بالك هو النعم نتاعو اللي عنده اكثر منك. نعمه بمجرد ينعم عليك الله يتبدل عليك مباشره، يتبدل وحده بلا هكذا، ما كاش مقدمات، يتغير حاله. حسد، فسدت الاخلاق بسبب الحسد، فسد الدين بسبب الحسد، حتى صار ناس يرتقون في الحسد واصبحوا يتمنون زوال النعم على الاخرين، ولو يتمنوا انه النعمه تزول منك، يشبع هو راحه. وكان جاي يتمنى باللي النعمه هذيك تروح منك وتجي لعنده، معليش يتمناها تزول برك، المهم انت خسرت، نرتاح انا. مرض، شوف الحسد مرض، من امنه الله من الحسد فقد امن من الشر كله. بدايه ابليس كانت حسد، كاين طهاره من الحسد، كي يطهر القلب من الحسد خلاص راح تفتح، ناس تحبك، كل شيء يمشي، خلاص راح تعيش سعاده انت. لماذا؟ لان ابا بكر جابر الجزائري شيخنا هذا رحمه الله في يوم من الايام كان يعرف الناس بتعريف الحسد. قالوا من الحسد لغه هو كذا كذا، واصطلاحا هو كذا كذا كذا، وله مراتب. اذكر مراتب الحسد. قال ما اقول لكم كلمه والله دائما اعرف الحسد واتكلم عن الحسد. قال لهم عمري في حياتي ما مر على قلبي. طاهر القلب، يعني رجل طاهر القلب، اللهم اغفر له وارحمه. يعني شوف هذا الحسد اذا طهر لك ربي، يعني تمنى الخير للناس، تمنى الخير لغيرك، يعني يعطيه ربي عز وجل، ياك الله يمد الحكمه ولا لا؟ ياك موش غلط كيف يمد ربي، لا انطلق من هذا المنطلق. قال فلان معليش الله يهنيه، الله يزيده، ادعوا له بالبركه، ادعوا له بالخير. طهر نفسك من الحسد، والله العظيم والله لن يفلح حاسد.